وشنقريحة يحرقون الجزائريين احترقوا في ظرف ساعات في بجاية، في جيجل، في البويرة وغيرها من الولايات الجزائرية، ليس لأن الحرائق مهولة أو أمر مثل هذا، بل هؤلاء الذين ستسمعون عنهم بأنهم ضحايا الحرائق في الحقيقة هم ضحايا النظام الجزائري الذي عوض أنه يصرف أموال الجزائريين في شراء طائرات لإنقاذ أرواح الجزائريين. النظام الجزائري اختار أنه يوزع ملايير الدولارات على فلسطين، اللي هي أموال راح تروح إلى عائلة محمود عباس الفاسدة، على البوليساريو، على البريكس، ونسمعوا ما كان يقوله المعين تبون منذ ساعات فقط على مليار ونصف مليار دولار. وين راح تروح؟ أن نكون أعضاء في مساهمين في بنك البريكس، والمساهمة الأولى نتاعنا ستكون بمليار ونصف مليار دولار كمساهمة للدخول في بنك البريكس كذلك. سمعتوا؟ هذه كانت منذ ساعات مليار ونصف مليار دولار، نقدروا نشتريوا بها أكثر من 75 طائرة لإخماد الحرائق. وإحنا يعني اليوم ولا طائرة جهبت لإنقاذ الجزائريين الذين كانوا يحترقون في عديد من ولايات الوطن. لكم تشوفوا وين وصلنا. هذا فساد هذا النظام، حماقة هذا النظام، غباء هذا النظام. هذه لو كنا في دولة قانون كان يتابع من يحكمون اليوم الجزائر بتهمة عدم يعني مد يد المساعدة لأشخاص في خطر، نون اسيستونس ا بيرسون اون دونجي. لو كنا في دولة قانون فعلا لما كان أصلا هؤلاء يعني هذه الوجوه المستهلكة هي من تحكم الجزائر، وهي من يعني على رقبتها دماء كل من احترقوا في الساعات الأخيرة، كل من سيحترقون في الساعات القادمة، كل من احترقوا في السنوات الأخيرة في منطقة القبائل وغيرها من المناطق. مئات الجزائريين راحوا ضحية نظام عوض أنه يوزع أموال الجزائريين في شراء طائرات الكنادر لإنقاذ أرواحهم، وزعها على البوليساريو، على فلسطين، على بنك البريكس كوادر. لأنه دولة جارة استطاعت أنها تكون عندها أسطول من طائرات إخماد الحرائق، من طائرات الكنادر، في وقت أنه النظام الجزائري يقول لك بأنه نظام مخزن ونظام فاسد وعميل وغير ذلك. أوكي، نظام فاسد، لكن رغم فساده يقدر يوفر أسطول من طائرات إخماد الحرائق، من طائرات الكنادر لشعبه، وفي كل مرة تكون حرائق هذه الطائرات تتدخل. لكن كيف أنه النظام الجزائري اللي يقول قوة ضاربة وقوة إقليمية ودولة مؤسسات وغير ذلك لم يستطع توفير على الأقل طائرتين أو 3 طائرات من أجل إنقاذ أرواح الجزائريين؟ والسؤال يبقى مطروح.